لو ما شفتش اللي حصل في الانتخابات البرلمانية فخليني أقول لك كده إننا قدام مسرحية سيئة الإخراج. في اسكندرية المرشح أحمد فتحي عبد الكريم نشر فيديو بيصور فيه الصناديق وهي مفتوحة، حاجة كده بتفكرنا بتسويد البطاقات في انتخابات 2010. أما قدام اللجان فالفضيحة كانت أكبر. سماسرة تابعين لمرشحي أحزاب الموالاة خاصة مستقبل وطن بيشتروا الأصوات بفلوس. الأسعار المرة دي الحقيقة مش موحدة، يعني بتبدأ من 50 جنيه وبتوصل في نهاية اليوم ل 300 جنيه. مش بس كده، عدد من المرشحين المستقلين اضطروا يعلنوا انسحابهم من السباق بسبب الرشاوى الانتخابية وتدخلات الأمن. كان أبرزهم هي النائبة نشوى الدين. مرشح اللي بيقول على نفسه مرشح الأمن ومرشح التحالف، إن هم دولت اللي هيتم انتخابهم من كل الجمعيات اللي هي شغالة في العملية الانتخابية واللي مسموح لها إنها تشتري أصوات. يعني من الآخر كده البرلمان ده هيبقى نسخة من اللي قبله ويمكن أسوأ كمان.